بص معايا للهرم الأكبر، أعظم إنجاز هندسي في العالم القديم. مبنى ضخم ودقيق بقاله آلاف السنين واقف قدامنا، بس في حاجة ناقصة، حاجة كان المفروض تبقى أهم نقطة في الهرم، القطعة اللي كانت بتتوج كل المجهود ده، القمة الذهبية. القمة دي مش مجرد ديكور، دي كانت السورس كود اللي بيشرح وظيفة الهرم الحقيقية، وإيه دورها الهندسي، وإيه رمزيتها، وإزاي اختفت وسابت وراها أكبر لغز في التاريخ. اهلا بيكم يا جماعه في برنامج ذا بلو برنت. بقالي 4 سنين مختفي على السوشيال ميديا، بس راجع لكم بكونتنت مختلف تماما، محتوى جديد، اتمنى ان هو يعجبكم. بس الاهم ما تنسوش تعملوا لايك، وما تنسوش تدوسوا سبسكرايب، واكتبوا رايكم في الكومنتات، هسمع رايكم وهركز فيه كويس جدا جدا. يلا بينا. النهارده يا جماعه هنفك شفره قطعه من اهم القطع المفقوده، غيرت معنى اضخم مبنى على وش الارض، الهرم الكبير او هرم خوف. كان زمان يا جماعه متغطي بالكامل بحجر جيري ابيض، والكسوه دي كانت بتعكس ضوء الشمس، كان الهرم بيبرق اكنه نجم. انما القمه او البيراميديون كانت حاجه تانية خالص. القمه دي يا جماعه كانت بتتعمل من حجر صلب، وغالبا بتتغطى بمعدن ثمين، الذهب او الالكترون، خليط ما بين الذهب والفضه. خلي بالك دي ما كانتش بس للمنظر، دي كانت نقطه اتصال ما بين الارض والسماء. انما يا جماعه دورها التقني بقى كان اعمق من كده بكتير. الفراعنه دول كان عليهم حاجات غريبه جدا. المهم، القمة الذهبية كان ليها وظيفتين أساسيتين، وظيفة رمزية ووظيفة هندسية. رمزيا، التل الأول اللي منه ظهر في الأساطير المصرية، الإله أتوم، كانت النقطة اللي فيها الفراعنة بيعتبروه إله حي، وكان دايما بيتلاقى مع الشمس. أما بقى يا جماعة هندسيا، القمة هي نقطة الصفر، هي اللي بتحدد زوايا الهرم النهائية، وبتتضمن الأربع أوجه، وبيتجمعوا في نقطة واحدة مثالية. لكن في نظرية أخرى إن القمة الذهبية بتشتغل أكنها مستقبل للكهرباء أو للطاقة. معدن موصل فوق هيكل ضخم من حجر جيري ومادة عازلة، وده بيفتح باب كبير لفكرة إن الهرم يمكن ما كانش مجرد مقبرة، يمكن يا جماعة كان مثلا آلة، سواء كانت رمز أو جهاز. القمة الذهبية كانت الواجهة الأمامية للهرم، هي اللي كانت بتكمل شكله ووظيفته. طيب لو كانت بالقيمة دي كلها، راحت فين وإمتى؟ يا جماعة مفيش سجل تاريخي واحد بس واضح يسجل إن هي اتسرقت، أو يسجل عامة طريقة سرقتها، بس الأدلة بتقول إنها اختفت في العصور الوسطى ما بين القرن ال 12 وال 14 ميلاديا، والسبب بسيط جدا، يمكن هو الذهب. ومع انهيار الإمبراطورية الرومانية وبداية العصور الوسطى، وخلي بالك في الفترة دي الذهب كان نادر جدا جدا جدا، شوف بقى الجرام يعمل ايه كام ساعتها الله اعلم. خلي بالك مش بس القيمه، كسوه الهرم نفسها يا جماعه اتقلعت واتاخدت واستعملوها في بناء القاهره الجديده. وده بقى يا جماعه يسيبنا قدام سؤال، وهساله له هو: هل القمه اتسرقت علشان قيمتها، ولا كان في كمان جانب رمزي لمحو رموز قديمه؟ والمرجح مزيج بقى يا شباب من الاثنين. طبعا الذهب كان دافع قوي، لكن ازاله القمه كان اعلان رسمي لانتهاء عصر، وطبعا بدايه عصر جديد. والنهارده الهرم بقمته المسطحه اللي احنا عارفينها عادي واللي احنا بنشوفها دلوقتي، بيبعت رسائل مختلفه تماما عن الهرم اللي كان موجود في الاول، وبيبعت رسائل مختلفه تماما عن اللي بناه خوفو. طيب ايه الفرق؟ ان الهرم الاصلي كان رمز للكمال الهندسي والروحي، اما نقطه الالتقاء هي ان الهرم الحالي بيمثل الغموض والنقص، وبيفكرنا ان اعظم انجازاتنا ممكن تختفي، وان المعرفه ممكن تتسرق. بس الغموض ده نفسه يا جماعه هو اللي بيخلي الموضوع اشد اثاره، وهو اللي بيخلينا ندور ونحلل ونحاول نعيد بناء السورس كود اللي متسيب فيه كل الداتا بتاعت الهرم اللي اختفت. وصدقني القمه الذهبيه ما كانتش مجرد قطعه ذهبيه، زي ما قلت لك كانت الداتا بتاعت الهرم، ومن غيرها الهرم هيفضل مجرد مبنى ضخم، بس غرضه الحقيقي هيفضل برضه لغز. وقصة القمة الذهبية للهرم بتعلمنا ان القيمة الحقيقية بس مش في المادة، لكن في المعنى. احنا يمكن فقدنا الذهب، لكن ما فقدناش الدرس اللي بيقول ان اعظم انجازاتنا هي اللي بتتمزج ما بين دقة الهندسة وعمق الرمزية. والهرم يا جماعة من غير قمة بيفكرنا طول الوقت ان لسه في اسرار في العالم القديم، وتقريبا مش هنخلص من النقطة دي ولا هنوصل لحاجة في اي وقت قريب، والمهم لسه ما اكتشفناهاش. والهرم يا جماعة من غير قيمة بيفكرنا طول الوقت ان لسه في اسرار في العالم القديم لسه ما اكتشفناهاش، وان اكبر الالغاز ساعات بتستخبى في ابسط التفاصيل. والقمة الذهبية للهرم السر اللي مستني لسه يتكشف من جديد، من القمة المفقودة لحد أسرار البناء. وطبعا غني على التعريف أسرار التحنيط، كل الحاجات دي لحد دلوقتي ما اكتشفناش منها
اي حاجه. احنا لسه ماشيين في رحله استكشاف الهرم، وبعد 7000 سنه لسه ما خلصتش لحد دلوقتي، وهنفضل لسه مكملين. المهم يعني يا محمد، لحد امتى والموضوع ده هيخلص بايه؟ وملخص الموضوع ده ايه؟ البس لك النضاره بقى واقول لك ايه رايكم بس الاول. واحد اتغير. المهم، كل اللي في الموضوع ما فيه يا جماعه ان القطعه دي كان ممكن تكون مجرد منظر، وفعلا مجرد ديكور. طبعا يا جماعه مش طبيعي ان القطعه دي تبقى مجرد ديكور او تبقى مجرد منظر بس محطوط على الهرم، ويبقوا بنوا المبنى الضخم ده كله بكل تفاصيله الهندسيه الاعجازيه حرفيا عشان بس الشكل يبقى حلو ويبقى بس مجرد المنظره. انا برايي اعتقد ان الموضوع اكبر من كده بكتير. هل هو مولد للكهرباء؟ هل هو حاجه تانية احنا ما نعرفهاش؟ بس الاكيد ان هي ما كانتش مقبره. بس يا جماعه وهنا نكون خلصنا الفيديو. على النضاره بقى، نظري ضعف جدا يا جماعه. اهم حاجه لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تدوسوا لايك، سبسكرايب، واهم حاجه رايكم في الكومنتس. انتوا شايفين ايه؟ شايفين ان القمه دي فعلا كانت مجرد ديكور؟ هل انا بأفور ولا فعلا في سر كبير مش هيسمحوا لنا ان احنا نعرفه اكتر؟ معاكم محمد خالد، اشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي.